ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. وصفتنا النهارده زي ما انتوا شايفين كده هنعمل شوية فطير تحفة. خليكم معايا واحدة واحدة كده وركزوا في الفيديو عشان تاخدوا الفطير زي ما هو طالع بالجمال اللي انتوا شايفينه مورق من جوه ومن بره، وطري من جوه برضو ومن بره، مش اللي هو مقرمش من بره وطري من جوه، لا، فطير فلاحي بجد. خليكم معايا واحده واحده، هقول لكم ازاي تعملوا الفطيره كبيره وازاي تعملوا الفطيره صغيره باسهل طريقه. لا، وهنبتدي الطريقه مع بعضينا. بصوا بقى يا حبايبي، انا النهارده هعمل كميه قد ايه؟ هعمل كيلو ونص. تمام. لو عاوزه تعملي نص كيلو هترجعي للفيديو اللي هو بتاع نص كيلو، كنت عامله نص كيلو مره وعامله كيلو، المره دي هعمل كيلو ونص. تمام. الكيلو ونص بيحتاج قد ايه؟ بيحتاج معلقه كبيره من الملح وخمس معالق كبار من السكر مع 900 جرام من الميه. السكر بدوبه كويس جدا بالميه، وبنزل بالميه تدريجيا على الدقيق. الدقيق ببقى نخلاه كويس جدا. بشتري دقيق يكون فيه عرق، يعني نوع الدقيق اللي انا بشتريه بيكون فيه عرق. انت بتقولي بتاع للعطار عاوزه دقيق يكون فيه عرق هعمل بيه فطيره، هيديكي نوع في يعني دقيق يكون ايه، فيه عرق قوي عشان يطلع معاكي الفطير ناجح من اول مره. هعجن بقى العجينه كويس جدا، يعني تعجنيها كويس جدا. قبل كده ما تبداي تلميها، تجيبي معلقه سمنه كده وتحطيها على العجينه دي، بتدي طراوه حلوه قوي للعجين. وتكملي عجن. بعد بقى ما تعجنيها كويس جدا هتسيبيها ترتاح حوالي نص ساعه كده احنا مش بنسيبها تخمر، احنا مش حاطين لها خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه، ملح وسكر وميه، مش اكتر من كده. وهغلفها بقى، احطها في كيس، اغلفها باسترتش كده زي ما انا عاملاها، هغطيها. المهم هسيبها تريح حوالي نص ساعة. كل ما بتسيبيها تريح كل ما العجينة معاكي بتبقى طرية وحلوة قوي. هتقولي لي انت ليه استخدمتي 900 جرام، ليه ما استخدمتيش كيلو لتر قصدي من المية؟ هقولك لاني انا كل نص كيلو دقيق بستخدم له 300 جرام من المية. يبقى الكيلو ونص دقيق استخدمت له 900 جرام من الميه. دي المقادير ديك بتطلع معاكي مظبوطه جدا. العجينه ما بتبقاش طريه ولا بتبقى يابسه قوي، العجينه الفطير الصح. يعني اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه دي، صدقوني مش هتندموا. بعد ما سبتها تريح كده بسم الله ما شاء الله، زي ما انتوا شايفين العجينه يعني طريه خالص، يعني مش اللي هي طريه يعني قصدي مريحه كده وبتستخدميها بكل سهوله. بقطع بقى العجينه لكور صغيره كده. تمام. هعمل كل يعني الفطيره الكبيره هعملها اللي هي 8 كور. الفطيره الصغيره هعملها 3 كور. تمام كده الكيلو ونص هيجي فطيرتين كبار، وهيجي لي 6 فطاير صغيرين. تمام كده. المرة دي انا عاملة الفطير اللي هو اكل، انا سبق وعملته قبل كده محشي، وعملته بالنوتيلا وبالمكسرات. المرة دي انا عاملاه اللي هو هيتاكل بجبنة، هيتاكل بعسل. تمام كده دي الكمية بسم الله ما شاء الله اللي انتوا شايفينها كده. بعد ما كورتها كده عقبال ما اخلص اخر واحدة يعني اخر كورة، هبص الاقي طبعا اول كرة ارتاحت. طبعا الوش بدون كلام بغلفه بالسمنه زي ما انتوا شايفين كده. نوع السمنه اللي انا مستخدماها سمنه بلدي، اللي هي السمنه الجاموسي. حابه تستخدمي سمنه بقري مفيش اي مشكله، سمنه كريستال، سمنه جنه، المتاح عندك استخدمي. حابه تدربي سمنه على زيت برضو مفيش اي مشكله. ركزوا بقى في الخطوه دي كويس جدا. بجيب بقى 8 كور كده كنت يعني ببططهم زي القرصه. لغايه دلوقتي ما سبتش العجين يريح، يعني ببططه كده زي القرصه، واروح حاطه كل 8 فوق بعضيهم او 4. يعني انا لقيت ال8 هيقعوا فحطيت كل 4 كده. لما العجينه بقى تريح هبدا اشتغل بال8 8 كده. دي الكميه كلها زي ما انتوا شايفين كده دي كميه الفطيره. هبدأ بقى اخد 8 الكور اللي انا مبططاهم. بصوا بسم الله ما شاء الله العجينة مريحة خالص. تعرفي ازاي بقى ان العجين مريح؟ ان انت شوفي لما بتشديها كده يعني ما بتكشش كده وترجع تاني، كده العجين معاكي مريح خالص. لكن لو جيتي بططتيه وتبصي تلاقي العجينة بتنكمش كده تاني، اعرفي ان العجينة محتاجة ان هي تريح، فتسيبيها تاخد راحتها في التريح. بعد كده بقى انا هنا بعد ما بططت كل رق
يعني كل رق كده هو بحط ايه سمنه بسيطه كده هو في وسطيهم عشان العجين بتاعي ما يلزقش. بصوا بسم الله ما شاء الله، لما ببدأ افرد العجينة ما بتنكمش ومرتاحة كويس جدا. اهم حاجة العجين اللي انتي فرداه دوت ما تنسهوش وشه يكون مغلف في السمنة عشان ما يشققش، يعني ما ينشفش منك كده هو. تمام، ودوق فطير يعني اساس السمنة. بفرده بقى كويس جدا، يعني بفرد التمانية كويس جدا. الطريقة ديت بقى بتخلي الفطير معاكي مورق جدا. يعني انت حاطه 8 رقات فطير على بعض ولسه كمان ما فردتيش ولا تنيتي، يعني هو مورق كده من غير اي حاجه. حابه تفردي بقى على رخامه، على ترابيزه، على طبليه عندك، اي حاجه واسعه كده هو صينيه او اي حاجه، وفردي عليها الفطير كويس جدا. بين ما يعني هقلب راق وراق هضيف ايه السمنه زي ما انتوا شايفين كده هو. بصوا بسم الله ما شاء الله، العجينه حلوه جدا. وزي ما قلت لكم اهم حاجه جوده نوع الدقيق وجوده السمنه، دول اهم حاجتين. الدقيق بتاعك يكون في عرق. ليه يكون في عرق؟ عشان العجينه ما تلاقيهاش بتتقطع منك. يعني العجينه هتبصي تلاقيها ايه بتتفرد يعني بمساحه كبيره وما بتتقطعش منك. فالدقيق اهم حاجه. ونوع السمنه هو طبعا اللي ايه بيطعم الفطير بتاعك. حابه تضيفي سنه زيت، يعني شويه زيت كده هوك على السمنه، مفيش اي مشكله، بس ما تكتريش عشان ما يطلعش مقرمش منك، يعني ما يطلعش ايه عامل زي الجليش. بعد كده بجيب بقى صينيه مدهونه بسمنه واحط الفطيره برضو، هسيبها بقى في المرحله دي ترتاح. يعني عقبال ما اخلص كدهوك اخر فطيره هبص الاقي الفطير معايا ارتاح. لكن لو انت عامله نص كيلو فطيرايه كدهوك، لا هسيبها ترتاح حوالي ربع ساعه عشان افردها بكل سهوله. بصوا بسم الله ما شاء الله، الفطير معايا بيتفرد بكل سهوله. تاني فطيره انا عملت لكم طريقه اللي انا عملتها ايه 8، المره دي بقى عملت 4 يعني عملت 4 كدهوك. للي حابب يعمل ايه طبقتين جوه بعضيهم، انا عملت اول طبقه اهوت ب4 رقات وهركنهم على جنب. تمام كده اهوت. بصوا بسم الله ما شاء الله، يعني العجينه بتتكلم عن نفسها. انا عملت كده اهوت 4 ودول ال4 التانيين. وزي ما قلت لكم تعرفوا ازاي ان العجينه تبداي تشتغلي فيها، ان انت تيجي تفرديها تلاقيها ما بتنكمش، بتلاقيها بتتفرد معايا بكل سهوله. بصوا بسم الله ما شاء الله، بعد ما اتفردت بديها دهنه سمنه واروح حاطه الجزء اللي انا عملته في الاول اللي هو ال4 كور. بعد ما فردتهم بحط ايه الجزء دوت في النص، وببدا اطبق برضو ايه تطبيقتين كده هو زي ما انتوا شايفين. ولو الحروف معايا سميكه شويه بشيلها. تمام، اجيب برضو صينيه وادهنها سمنه واحط الفطيريه بتاعتي ترتاح كويس جدا، وهغلفها من فوقها بالسمنه. انا مش هعمل الفطير كله قدامكم، انا عملت لكم الفطيرتين الكبار عشان دي بطريقه ودي بطريقه، وهوريكم الفطيره الصغيره. بصوا الفطيره الصغيره ديك بتبقى 3 طبقات. تمام كده اهو، فردتهم كويس جدا. بصوا اتفردت معايا بكل سهوله زي ما انتوا شايفين كده اهو. بين الرقات طبعا بضيف سمنه زي ما انتوا عارفين وبتنيها كده اهو. بصوا اتعملت معايا بكل سهوله. كده معايا الفطير بتاعي بقى جاهز بسم الله ما شاء الله، وريح كويس جدا. سبته حوالي ساعة كده هو عقبال ما عملت كام حاجة كده هو. لقيت الفطير معايا ريح كويس جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله. بصي بتفرديه الفطيرة ما بتنكمش، بتتفرد معايا بكل سهولة، يعني زي الزبدة كده اهو بفردها كده على يعني افرده مدور كده بصوا بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه ما تفرديش معاكي الفطير رقيق قوي ولا تخين قوي، يعني الفطير معاكي يبقى وسط، تفرديه اللي هو الفرد الوسط، عشان لو عملتيه رقيق هيطلع معاكي مصمت كده يعني ناشف، وهيطلع معاكي رقيق قوي. ولو عملتيه تخين زياده عن اللزوم هيبقى مش حلو. يعني خير الامور اوسطها، تعملي الحاجه وسط كده هيطلع معاكي حلو جدا، وهيطلع معاكي ملحم من جوه وطري من بره كده اعملي بس الخطوات اللي انا عملتها ديت. طريقه التسويه بتسويها ازاي؟ بتسويها على نار عاليه، ما بنسويش على نار واطيه خالص. يعني اول ما ابدا ابطط كده اكون مسخنه الفرن عالي جدا، اسخنه يسخن كويس جدا، اروح مدخله الفطير. اول ما ياخد لون حاجه بسيطه كده من تحت، ابدا اشغل الشوايه ووارب. تقفلي من تحت؟ لا ما بقفلش من تحت،
يعني انا بسوي من تحت كده اهوت ياخد لون، اروح رافعاه على الشوايه من فوق ياخد اللون الذهبي، وما بقفلش الفرن طبعا قوي عشان ما ينفعش تشغلي من فوق ومن تحت مع بعض. فرن حاجه بسيطه بيطلع لي بسم الله ما شاء الله بالجمال اللي انتوا شايفينه دوت. اول لما بيطلع بتغطي وشه كده هوت لمده يعني 3 دقائق كده هوت ولا حاجه، تغطيه باي كيس عندك عشان ايه الفطير لو ناشف من فوق كده هوت يرد. بس هو بسم الله ما شاء الله ما طلعش ناشف من فوق ولا حاجه، وطلع زي ما انتوا شايفينه بالجمال ده. تكليبه بحته جبنه قديمه، بحته جبنه براميلي، بشويه عسل كده هوت، يعني شويه فطير تحفه مستويين من فوق ومن تحت. اتمنى ان الفيديو النهارده يكون